مجموعة من الأفارقة مؤخرا في ليبيا ضبطوهم بيتحققوا معاهم كما العادة. انت جيت منين؟ مستنيين يقولوا لهم جينا من تونس كما العادة، اللي هي كتيبة وريتكم فيديوهات لها وهنشوف دلوقتي. كتيبة اللواء 19 حرس الحدود في ليبيا كان معتاد على كذبة اللي بيقولها له الأفارقة، احنا جينا من تونس وتونس رجعونا، والدليل قرعة ماوى. نشرت لكم الفيديو ده وهننشره النهارده تاني. لكن على غير العادة وغير المتوقع، مهاجر من النيجر اعترف امامهم، مع انهم كانوا مستنيين انه يقول زي بقيه زملائه الكذبه بتاعه رجعونا من تونس، لكنه اعترف بانه جاي من الجزائر. واكد في تحقيقات مع ليبيا امام الكاميرا ان ده من الفريق اللي جاي من الكميوات او الشاحنات اللي كانت بتشحن الجزائريه، الشاحنات الباصات الجزائريه اللي كانت بتشحن من العمق الافريقي عشان تستغل، خاصة من النيجر اللي هتستغلهم دلوقتي فيما بعد تاني. لسه في مؤامرات جاية مع النيجر، لكن الليبيين اتصدموا لما لقوا واحد صادق من وسط المجموعة اللي معاه اللي قالوا تونس، لكنه قال لهم لا احنا جايين من الجزائر، وحكى لهم بالتفصيل جايين منين. لذلك قلت لكم في بداية الفيديوهات دي اللي اتكلمنا فيها من كام أسبوع قبل ما تثار هذه الأزمة، لما كانت مثارة ضد الرئيس قيس سعيد، وقلت لكم إن دي مؤامرة ملعوبة من الجزائر، والأيام أثبتتها، لأني مؤمن بحكم المهنة إن يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش، وإن الأيام دول، الأيام دواير، الأيام ما فيش أسرع منها. دايما براهن على الأيام، والأيام دائما تكشف لي اللي بقول لك عليه. قلت لك في قصه فاديه معاوي لما شفتها السنه اللي فاتت، وقلت لك ايه ده، دي مؤامره. لفت الايام والخبر بقى بفلوس وهي قالتها بلسانها. كذلك في ازمه الافارقه قلت لك ده ملعوب ضد تونس وفخ معمول لتونس. للاسف انجر ليه الرئيس قيس سعيد بتصريحات قالها قامت عليه الدنيا، لكن بعد ذلك ركعهم في اوروبا وقال لهم تعالوا احموا انتوا حدودكم وانا ماليش دعوه. لكن لفت الأيام وأثبتت أن المؤامرة من الجزائر، بل إنه نفسه في أوروبا في تصريحاته كان يلمح أن المؤامرة من الجيران. الأفارقة نفسهم في التحقيقات وأمام الكاميرات بقوا يقولوها. يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش، وهو بقى ببلاش. شوف واستنى أحكي لك بقية الحكاية. عبر ليبيا؟ لا، لست في ليبيا. كنت أتيت من النيجر. من النيجر دخلت الجزائر، من الجزائر دخلت إلى تونس. هكذا تمت طريق دخولي إلى تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لا بس عليكم. قلنا ده في البداية لما نشرت الفيديو ده، برضو في أول السنة دي، كان في البداية لما بدأت قصة الهجوم على الرئيس قيس سعيد والبنك الدولي، وقعدوا عملوا موال وحقوق الإنسان وحقوق البتنجان، وأوروبا ناضت وقامت على تونس، والتوانسة عنصريين والكحلوش والكلام اللي انت عارفه ده. مع ان القضية المفروض انك تشفق على تونس، لان تونس ضحية او مجني عليه وليس جاني. التوانسة ناموا بالليل صحيوا الصبح، حط نفسك مكانهم في اي مكان في اي دولة في العالم. نعسوا صحيوا الصبح لقوا ناس مش عارفين جاي منين، ولا عددهم ايه، ولا وضعهم ايه، وقاعدين له فرشين له في الزنقة، ايش يتسول وايش يسرق وايش يتهجم وايش في بلد سياحي المفروض ان هو يكون السائح ما يجيش يلاقي ده والناس دي تتعرض له، في بلد اصلا عنده ازمات من بعد ما يسمى الربيع العربي بين قوسين. ففجأة يلاقي عنده هذه الكمية ناس مش عامل حسابهم. يعني الدولة عندها تعداد سكاني، عارف ان المخزون الفلاني من السلعة الفلانية بيقضيني قد كده عشان عندي استهلاك قد كده، عنده حسابات. زي انا عندي في الدار 5 اشخاص ومراتي واولادي، فبتخلص بقد كده في الشهر، فعارف دول يكفونا قد ايه، مصاريفي قد ايه، بعمل حسابي. فجأة يجي لك 20 واحد ضيف وهيقعدوا عندك بقى الى ما لا نهاية، ما انتش عارف، فلازم تعيد حساباتك، تحصل ازمة على طول. ده اللي حصل في تونس. فبدل ما الناس تتعامل بمنطق وعقل، تعاملوا بعنتريات، وخاصة أوروبا حقوق الإنسان وحقوق اللسان، وقعدوا يعملوا بتاع. قال لهم ماشي تمام التمام، دول بقى هيعدوا لكم البحر، لا احبسهم عندك ووطنهم. لا والله ما ينفعش، مش هينفع، أنا آسف. فيا إما بقى تعالى بقى نتفاهم وتعاون مع بعض، بلاش العنتريات دي، لأن العنتريات دي من بعيد كده اللي على البر عوام. سياسة اللي على البر عوام، دايما اللي واقف على الشط يدي دروس في العوم اخر حلاوه شفهيا، ينزل البحر يضبش يعوم كلابي، ما يعرفش يعوم. زي اللي بيتفرج على مباراه برضو، انت شوط وكان المفروض فلان يلعب مش عارف الكره ازاي، تشوفه تقول ده ابو تريكه،
ينزل الملعب يلهس ويطلع لسانه وما يعرفش يلعب. هي كده. عندنا مثل بيقول اللي على البر عوام. فحصل ان بقوا من الجزائريين ينشروا فيديوهات، والاخوه الليبيين وقعوا في الفخ ما يعرفوش، لان اللي بيروح لهم فعلا المهاجرين بيقولوا لهم احنا جايين من تونس ومعاهم قرعه ميه مكتوب عليها من المياه المعدنيه التونسيه، اهو الدليل، الدليل قالوا له معاهم قرعه ميه تونسيه. ماشي، رجعوا من على الحدود، ايه المشكله؟ راحوا لهم على الحدود قالوا لهم احنا عايزين ندخل، لا مش هينفع مع السلامه، لكن اداله اغاثه اكل وشرب وقال له لا ارجع مكان ما جيت، اسف. فمعاه قرعه ميه زي انت ما اديتهم ميه، مش انت اول ما قابلتهم اديتهم ميه؟ يعني ياخد ازازه الميه دي ويقول لهم انا جاي من ليبيا وكنت في ليبيا والدليل اهو ازازه ميه؟ يعني كلام فاضي، يعني كلام عبثي يعني. فهي ما قلت للاخوه الليبيين لا تنساقوا وراء هذه المؤامره، هي مؤامره جزائريه في المقام الاول. المهم نفس الناس دي اللي كانوا بيقولوا له احنا جايين من تونس، واحد منهم طلع قال لهم لا بصراحه احنا جايين من الجزائر، واعترف لهم. فاتصدم، حتى هو كان مستني يقول له تونس، قال له الجزائر، قال له الجزائر، جئنا من الجزائر، جئت من النيجر الى الجزائر بلغه عربيه صحيحه فصحى، ومن الجزائر الى ليبيا. حاولنا ندخل تونس ما عرفناش، جينا ليبيا. لذلك زي ما قلت لك دول اللي كانت بتجيبهم الباصات، هو برضه قال ما هو دلوقتي كله بقى، ما انا قلت لك الخبر كان بفلوس زمان، الخبر كان بفلوس، وكانت الفيديوهات بتطلع لنا كده فيديو على قد اللي هو نشرته لكم اللي هو بتاع الشاحنات ده. بس شوف تقدر لهم غير الدوله تاع الجزائر برك، ولا هات ولا كيف راهم مستفينهم كتفينهم مدينهم، هتولي شوف اخويا يحسب بابا باسل يحسب راي حتى اللي قدام خلاص، صبروا نزيدوا نقدموا لهم، راكم تشوفوا فيهم وراهم والله. يا راجل شوف لو دايرين عليهم الريدوات، ابو يحل الريدو يشوفوا ايش ترى. كتر خيركم الجزائر وعندي تليفون، بارك الله فيك عندي تليفون. ده كان وقتها والمتاح. دلوقتي لا خلاص بقوا يقولوا حتى للليبيين نفسهم، اللي كان ده نفس الفيديو اللي نشرته لكم قبل كده اللي كان بيقول لهم ده جايين من تونس وقرعه الماء هي الدليل، هو نفس الناس دي نفس المجموعه اللي جايه دي قال له لا معلش الصراحه احنا جايين من الجزائر. الرئيس قيس سعيد عدى من الازمه دي وركع اوروبا واستفاد من الازمه دي، وصبت في النهايه في مصلحه تونس وليس ضدها، كما العاده يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا الجزائريين عشان يوحلوا تونس، لكنها استفادت من الازمه باتفاقيات تصب في مصلحه تونس. لكن يبقى بقى دلوقتي مساله المهاجرين، لازم الناس العالم كله يعرف ان قصه المهاجرين ده ملعوب لعبوه الخاوه اللي جنبنا عشان يغرقوا تونس وتفضل محتاجه لهم ويفضلوا يمارسوا عليها الدور الضعيف. هم القوه الاقليميه بمحاوله اضعاف الاخرين، زي ما حاولوا ما يعملوا مع المغرب من عمليات ارهابيه ومن عمليات عسكريه ومن اضعافهم بالبلوزاريو، حاولوا يعملوا ده كتير مع المغرب، ولكن المغرب الحمد لله مشي في طريقه ومضى في طريقه، وهم لم يجنوا الا الفشل القراقيره. اضافه الى انهم حاولوا يفعلوا الشيء نفسه مع تونس حتى من الثمانينات، احداث جفصه كانوا عايزين يعملوا بلوزاريو زي البلوزاريو اللي موجود ده لتونس، ولكن التوانسه قدروا ان هم يعدوا هذه الازمه، والى الان ما زالت المؤامرات زي ما عملوا برضو ازمه الافارقه مع قضيه ماليليا الشهيره، والتحقيقات في اسبانيا اثبتت انهم جايين من الجزائر، وبعضهم قال في التحقيقات في اسبانيا ان احنا جايين من الجزائر وتلقينا التدريبات في الجزائر وحكوا الحكايه. كذلك هنا النهارده اليوم الفيديوهات اهي تؤكد ان برضو الافارقه اللي راحوا تونس في محاوله لاغراق تونس ومحاوله لخلق ازمه في تونس، وعملوا بالفعل الازمه مع الاتحاد الاوروبي ومع البنك الدولي، لكن الازمه في النهايه استغلتها تونس بعقليه ناسها وبقوتها لصالحها. والنهارده جه وقت كشف المستور بالفيديوهات، والخبر اللي كان امبارح بفلوس النهارده بقى ببلاش وبالعلالي. فدلوقتي يجب على المجتمع العربي اولا والدولي ان يواجه هؤلاء الشياطين اللي في جوارنا دول ويقول لهم كفى بقى، بقيتوا مكشوفين ومفضوحين، واللعبه اللي بتعملوها بتمر عليها الايام وتتكشف. وهو المهاجرين نفسهم بيحكوا حكايتهم، بل ان بعض هؤلاء المهاجرين اللي ما زالوا في الجزائر الى الان، ولذلك بدعو منظمات حقوق الانسان اللي زعلها كلام قيس سعيد وقالوا العنصريه في تونس، ادعوهم للتحقيق في الجزائر، لان
هيستغلوا هؤلاء المهاجرين في انهم يوجهوهم للنيجر دلوقتي جماعات ارهابيه كما اللي في مالي. اسمع مني وهتشوف كل المهاجرين اللي موجودين عندهم دلوقتي من النيجر، الاتوبيسات دي هيستخدموها ضد النيجر الايام اللي جايه. من فضلكم المنظمات الحقوقيه، هناك ازمه كبيره في الجزائر، يستخدمون الافارقه بخسه ونداله، رجاء انقذوهم من ايدي هؤلاء المرضى اللي جنبنا. دي الحكايه. اشوفكم على خير.